ها هعمل ايه؟ يا رب بخير. انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ؟ انت فاكرني غايب كده اونطه ولا ايه؟ لا عيب عليك. انا غيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبان. بقيت تفرهد مني انت على فكره، وبقيت كمان بتكسل انك تعمل لايك وتعمل شير. زودونا شويه، خلينا نكمل بحماس. زودونا يا انتوا مش هتخسروا حاجه لما تزودونا 20 بدل ما تبقى 110 تبقى 130. مبلوعه شويه. طيب انت طلبت مني اعمل لك فيديوهات متقدمه، وكتير منكم بعت لي الديزاين ده وطلب طريقه تنفيذه بالشرح السلس اللي بنعمله في كل الفيديوهات، والاخر طلب مني فيديوهات تكون مليانه تفاصيل. مع ان عايز اقول لك حاجه موضح انا جدا ان السلسله بتاعت شهر رمضان دي هتكون خاصه للمبتدئين، ولكن ماشي خلينا اديك فيديو متقدم في نص السلسله ده علشان بحبك والله، ملوش علاقه باي حاجه يعني، ولكن قلت علشان ما تتخضش ولا تزهق حبيت اقسم لك الفيديو على جزئين. في اخر الجزء الثاني من الدرس هسيب لك حاجه بسيطه كده يا رب تعجبك، ويلا بينا نروح انا وانت على الشرح عشان عايزك هناك. طب يا شباب مبدئيا وقبل اي حاجه كده صلي على النبي، اذكر الله علشان ان شاء الله باذن الله يكون درس خفيف وبسيط، ويكون ان شاء الله كل حاجه سهله وواضحه فيه. تمام؟ طيب زي ما قلنا احنا ان شاء الله هنقسم الدرس ده على جزئين علشان الناس اللي ما تشوفش الفيديو من بره تتخض من عدد الدقائق ويقول لك لا ده فيديو طويل مش هدخل عليه. تمام؟ خلينا نبقى متفقين. ولكن ان شاء الله الموضوع مش هيبقى طويل ولا حاجه، يعني كل اللي هحتاجه منك انك تبدا تركز معايا في التفاصيل على قد ما تقدر، لان ده اللي كنت دايما عمال تقول لي في الكومنتات انا محتاج دروس متقدمه ومحتاج مش عارف ايه. النوع ده احنا هنبدا نشتغل عليه كتير جدا ان شاء الله بعد السلسله اللي اتفقنا اصلا انها للمبتدئين في شهر رمضان. تمام؟ ولكن انا قلت ادي لك درس كده في نص السلسله يعني زي برضو ما انت محتاج، فخلينا نبتدي سريعا برضو. تمام؟ هنروح على الفوتوشوب زي ما بنعمل كل مره كالعاده، هنبدا نشتغل مقاس النهارده 2500 بكسل عرض في 2000 بكسل ارتفاع في ريزوليوشن 150. انا حبيت يكون الديزاين عرض شويه ما يبقاش مربع، وبرده في نفس الوقت ما يبقاش عرض كتير يعني، فاهمني؟ تمام؟ فهبدا اروح كده للصور. كل الصور دي حملتها من شاتر ستوك، اي ستوك، وجوجل. تمام؟ معظم الصور هسيبها لك بي ان جي وبي اس دي علشان ما تاخدش وقت كتير في القص وكده، ولكن هقول لك في بعض الحاجات برضو انا قصيتها ازاي علشان تبقى عندك خلفيه وتبقى انت على علم برضو بحاجات كتيره. تمام؟ بالنسبه لموضوع الصخر، اول صوره اخدتها معايا هي الصوره دي، وابتديت اعكسها بالشكل ده، وابتديت طبعا اصغر. فلما هاجي مثلا الزقها بالشكل ده هتبدا تقول لي يا عم احمد طب فين باقي الصخر؟ هقول لك لحظه واصبر عليا. تمام؟ وخلينا اول حاجه نعملها زي ما احنا واقفين، روح عند سيلكت سبجكت، هيبدا يعمل لك سيلكت على كل حاجه بالشكل ده، ولكن في بعض السيلكت دخل هنا في الستون او الصخره دي، فهبدا كليك يمين اجيب الكويك سيلكشن وهبدا ازق السيلكت ده لبره خفيف جدا بالشكل ده اهو. وخليني بعد كده هعمل ماسك بعد ما خرجت كل السيلكت بالشكل ده. طبعا الجزء بتاع الراجل هبدا اقف على الجزء بتاع الماسك اللي هو على الشمال ده اللي هو اللاير نفسه مش الماسك، وهبدا اجيب البين تول وهبدا اقص الجزء ده من غير ما اخد الراجل ولا العجله بتاعته خالص بالشكل ده، وهبدا الف سيلكت كده كنترول انتر، وبعد كده كليك يمين على اللاير هعمل راسترايز، وبعد كده ديليت، بعد كده كنترول دي علشان اشيل السيلكت اللي انت شايفه ده. اصبح معاك الصخر بدون اي مشكله. تمام؟ فخليني ابدا انيمه شويه كده ناحيه اليمين واكبر شويه. تمام؟ وركز بقى، انا هبدا اثبت صبعي على الالت وهبدا اكرر الصخر ده بالشكل اللي انت شايفه ده كده. خليني بس اصغر شويه اهو. تمام؟ وزي ما انا على الماسك يعني انا هاجي عند الجزء بتاع الماسك اللي هو الاسود فابيض ده، وهبدا اجيب البراش تول الخفيفه طبعا، وهبدا اقلل الفلو هنا مثلا 40 او حاجه، صغر السايز وابدا خفيف كده، وانت مخلي المربع الاسود يكون هو الرئيسي اهو علشان يمسح معاك بدون اي مشاكل. تمام؟ انا كده هبدا اعمل عمليه التكرار لحد لما اخلي الصخر ده كله يبقى طويل معايا بدون اي مشاكل. يعني ثبت صبعي على الالت وهبدا اسحب واحده كمان اهو بالشكل اللذيذ ده. طبعا في الاخر هنبدا نحط كام حاجه كده مش هيحسسوك ان الموضوع فيه تكرار او اي مشكله، فاهمني؟ فخليني ابدا املى معاك بس كل الكلام ده. كرر كده اهو، كبر هنا مثلا، صغر شويه. تمام؟ وباداه الماسك زي ما قلنا بنقف هنا كده بالظبط على الاسود فابيض، وبالبراش تول خفيف بقى علشان تفاصيل برضو تبقى ايه مظبوطه، يعني ما تخليش اخر الحاجه تبقى سايحه كده ما انتش عارف هي بدات منين وخلصت فين، فاهمني؟ خلي كل حاجه تبدا مع حاجه. شايف الخط الاسود ده اهو؟ انا كده نعمت لحد لما ظهرت تفصيله مهمه، ما يبقاش الموضوع سايح في قلب بعضه علشان التفاصيل الصغيره بتفرق جدا. فهبدا امسك الجزء ده مثلا، هبدا
انيمه كده علشان يبقى كويس معايا. فشايف هنا الجزء اللي انا بقول لك عليه اللي هو فكره ان يبقى في حاجه ظاهره لك كده، فانا هبدا اعمل وورب كده وهبدا اشد الجزء ده لتحت. تمام. وهقف على الجزء بتاع الماسك بتاعه وهبدا اجيب البراش تول طبعا زي ما قلت لك اهو كنترول زد، وببدا لحد ما اظهر تفاصيل كده بالراحه جدا اهو بالشكل ده. فلما تيجي تبص هتحس ان الموضوع كله هو طبعا لسه احنا هنضيف له شويه حاجات كده هيبداوا يظبطوا معاك الموضوع اكتر، ولكن ده سريعا. فخليني طيب اطول معاك كده الديزاين شويه باداه الكروب فريم اللي هي اللي هي الاداه دي. تمام. وهبدا امسك كل الصخر ده هطوله مثلا ناحيه اليمين بالشكل ده. حلو جدا جدا. تمام. الباك جراوند اللي ورا انا هبدا اشيل اللاير بتاعتها، فطبعا هنا بدات تظهر لي مشكله اهي صغيره. هبدا امسك الجزء ده مثلا وباداه زي ما قلنا الماسك هقف هنا كده وباداه البراش تول اكس بقى علشان اخلي المربع هنا اللي يكون ابيض علشان يظهر لك بعض الحاجات اللي انت حذفتها بالغلط. يعني اكس انا بمسح، اكس انا برجع، بيتنقل هنا سويتش ما بين الابيض والاسود. بصوا التفاصيل دي لما بمشي كده بتظهر بعض التفاصيل المهمه جدا يعني. حلو. طيب هنيجي بقى لخطوه الباك جراوند. تمام. انا عملت جراديانت وهسيبها لك جاهزه تقدر انك تنفذها عادي بكل سهوله. هسيبها لك هنا اهو. بمجرد ما تدوس دبل كليك هتبدا ترجع للديزاين، تقف عند كلمه باك جراوند، تقف على كلمه باك جراوند، بعد كده تروح عند اداه الادجستمنت لاير تختار الجراديانت من هنا. هتبدا تفتح الجزء المستطيل ده وتنزل لاخر جروب هتلاقي الجراديانت اللي احنا هنبدا نشتغل عليها. بمجرد ما دوست كليك هيبدا يخليها لك كباك جراوند ورا خالص بالشكل ده. ابدا ادوس اوكي فهتلاقي الموضوع بكل سهوله مفيهوش اي صعوبه على الاطلاق. هبدا اعمل نيو لاير فوق الجريدينت ده على طول، وهبدا اجيب البراش تول اللون الابيض، هكبر السايز وهزود الفلو شويه. خلينا اكبر السايز بتاعت البراش واتاكد ان انا جايب البراش الخفيفه، وهبدا ادي ابيض بالشكل ده في اول الجريدينت كده بالشكل الجميل قوي ده. تمام. وهبدا ارجع للصور. طيب الصوره اللي معايا بعد كده هي صوره السماء. انا كنت حابب احط تفصيله سما كده تكون بسيطه، حاجه ما تبقاش قويه يعني. احنا مش هخليها طبعا بالشكل ده. بعد ما حطيت السكاي ده هبدا اجي عند النورمال هنا اخليها المالتيبلاي، وبعد كده كليك يمين هروح عند البليندنج اوبشنز بالشكل ده. وركز معايا، شايف المثلث اللي على اليمين ده؟ طبعا انت عارف انا هعمل ايه. هبدا اشده كده بكليك اهو ناحيه الشمال، وبعد كده ثبت صبعك على الالت، دوس كليك وابدا شد الجزء اللي هو اتقسم ده ناحيه اليمين شويه والجزء ده ناحيه الشمال شويه. بص معايا كده. فلما هاجي هعمل اوكي هتلاقي ان في تفصيله ظهرت صغيره جدا بالشكل ده، ولكن انا حاسس ان اللون بتاع السماء بدا يتغير شويه. فهبدا ادوس دبل كليك على الجريدينت هنا كده، وهبدا كليك هنا في الجزء ده، وهبدا اسحب اللون ده ناحيه اليمين شويه. فبص كده هيبدا يصفر لك الامور شويه بالشكل ده. هبدا ادوس اوكي فكده الدنيا تمام قوي. هبدا ارجع للصور وهنبدا نيجي عند الاستاذ بتاعنا الدبه بتاعتنا الجميله. هبدا اروح على سيلكت وبعد كده سبجكت، هيبدا يعمل لك سيلكت على الدبه فقط. تمام. فهبدا اعمل ماسك من هنا كده، وركز بقى في بعض المناطق اللي فيها شعر هتحس ان الموضوع في حاجات مش مظبوطه في القص. طيب نظبطها ازاي؟ سريعا زي ما انا واقف هروح لاي اداه مثلا زي الكويك سيلكشن، هلاقي في خيار ظهر لي فوق اسمه سيلكت اند ماسك، هبدا ادوس عليه هيبدا يوديك للجزء ده. كل اللي هتعمله انك هتيجي عند الرقم ده تزوده هنا مثلا شويه، تنزل تحت هتخلي الشيفت ايدج دي مثلا ماينس مثلا 20. تمام. وركز بقى، اشيل علامه الصح دي هخلي الاخيره فقط، وهبدا اصغر السايز بتاع الدايره دي شويه وخفيف جدا. هبدا امشي على اطراف الشعر. فبص بص كده هتلاقيه بيبدا يحذف لك الحاجات اللي جوه الشعر بالشكل ده اهو. ركز في الاعدادات، ما تعملش اي حاجه مختلفه غير اللي قدامك بالظبط. فهبدا امشي على حواف الشعر كده. طبعا الحاجات بس اللي فيها يعني مشاكل اهو ما اعتقدش يعني، ولكن خلينا نعملها كلها سريعا يعني نمشي عليها برضو احتياطي. وركز انا قلت لك حواف الشعر يعني بلاش تخلي ايدك تخش لجوه علشان هيحذف لك حاجات مهمه برضو، فاهمني؟ بص هنا لما زودت ايدي الموضوع شكله بقى عامل ازاي. فكنترول زد وهبدا اصغر السايز خفيف جدا اهو، وهبدا اخلي ايدي ما تخشش لجوه نهائي. كويس برضو ان ايدي دخلت جوه علشان تبقى انت شايف ايه اللي بيحصل اهو دخلت مني تاني جوه. فهبدا برضو ارجع كده خفيف. طبعا انا شغال سريعا على قد ما بقدر، ولكن طبعا دي حاجه مش كويسه يعني. فكره ان انت تشتغل بسرعه في التفاصيل بقى دي حاجه بقى مش كويسه. فانا مطلوب مني ان انا انجز بسرعه قويه جدا في الشرح وفي نفس الوقت اركز في التفاصيل. فعايز اقول لك الموضوع مش سهل والله. هبدا اغير هنا، هتبقى عندك سيلكشن بالشكل ده، هتبدا تغير الجزء ده لنيو لاير وهبدا ادوس اوكي. فلما تيجي تظهر اللاير دي وتخفيها بص على الشعر هتلاقي ان هو بيعالج لك الموضوع بكل سهوله. فهبدا كليك يمين على اول لاير، هعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت وهبدا اشد معايا
الدبه، ولكن هخليها طبعا تبقى اول لير فوق اهو. صغر بقى يا معلم، ابدأ طلعها كده بالشكل ده او اعوجها يعني، خليها بميل، وركز ان ايديها بقى كل ايد تبقى على صخرة تكون مظبوطة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دلوقتي، ما تقلقش، مش عايزك تقلق. هنبدأ بس نصغر كده شوية. بص بقى، انا هروح عند ايديت وهختار هنا اداة البابيت وورب تقريبا، صح كده؟ نطقتها صح ان شاء الله صح. تمام. هيبدا يعمل لك المربعات على الدبه بالشكل الكتير ده. انا هبدا احط نقط على الحاجات اللي انا محتاج احركها، بمعنى انا هدي مثلا نقطه على الوش كده، ونقطه مثلا على المناخير هنا كده، ونقطه على الرجل دي علشان هنحركها فعلا، ونقطه هنا برضو، ونقطه على الرجل دي، ونقطه على الجسم هنا علشان ما يتحركش. تمام. طيب اول جزء معايا هو الجزء ده، هبدا ارفعه كده علشان الدبه تبقى باصه لفوق. بص بصة المعلمين، بص. والجزء ده هبدأ أظبطه مع الجزء ده، سهلة بأمر الله. صل على النبي. أنا عايزك طول ما أنت بتتفرج صل على النبي، علشان ده والله العظيم بيخلي الأمور تتيسر والدنيا تبقى تمام. تمام. طيب الجزء بتاع الإيد ده هبدأ أشد، أنا مش دايس على أي حاجة في الكيبورد، إيدي قدامك أهي، هبدأ أظبطها. ولكن بالله عليك ركز برضو إن الوضعية ما تبقاش معوجة لدرجة إن أنت تحس إن الصورة فيها حاجة غلط. ركز في التفاصيل. وهبدأ أشد الجزء ده. شايف بقى النقطة دي كان يفضل إن أنا أخليها تحت شوية، بص كده زي الفل. ولكن خلينا أقرب، أنا محتاج أقرب الرجل دي من الرجل اللي ورا شوية. تمام. طيب هنا هحط نقطة كمان، وهبدأ أظبط الوضعية بالشكل اللي تخليك ما تحسش فعلا إن الصورة فيها حاجة غلط. وهبدأ أنزل بالجزء ده، وخلينا أضيف نقطة هنا كمان علشان الحاجات اللي هنضيفها تبقى على ظهرها مظبوط. فلما أجي أدوس إنتر كده بص. طيب خلينا اعمل قبل وبعد واوريك الفرق. بص 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 قبل، بص بعد، فرق شاسع. ولكن انا حاسس ان الايد هنا اترفعت مني شويه، فخليني ارجع تاني اهو. الايد دي اترفعت مني شويه، فهبدا انزلها زي ما قلت لك. مهم جدا انك تبدا تظبط الصوره. وخلينا ارفع الدبه كلها لفوق شويه. مهم جدا انك وانت بتظبط الوضعيات ما تخليش اللي يبص يحس ان الصوره فيها حاجه غلط. مهم جدا. تمام. طيب خلينا اصغر شويه. طبعا كل ما هتيجي تتحكم في الحجم هتلاقي ان الصوره بترجع زي قبل وبعد كده، فاهمني؟ فما يشغلكش حاجه ولا يهمك. تمام. وخليني ارجع للصور يا معلم بالشكل ده. طيب الصوره المهمه معايا بعد كده هي صوره الولد. هبدا اسحبها معايا بالشكل ده، وزي ما قلنا سيلكت سبجكت. فلما تيجي تبص على السيلكت هتلاقي ان هو جاب لك الولد وشال لك بقى الحاجات، ولكن في بعض السيلكت هنا دخل جوه برضه. هنبدا نعمل نفس الخطوه اهو. اخرج السلكت ده كده بالشكل ده بعيدا عن الولد خالص. كمان الشعر من هنا. وخليني اعمل ماسك ونشوف المشاكل اللي هتظهر. طبعا في مشاكل كتيرة جدا، فسريعا هبدأ اجيب البين تول اهو. كمان الجزء بتاع الخشب ده انا مش محتاجه، والحاجات اللي موجودة في الكوتش دي اعتقد برضو مش لازم يعني. وركز، انا هقص الرجل اللي قدام وهقولك دلوقتي انا هعمل ايه. يعني انا هاخد الرجل اللي قدام فقط اهو. كل اللي ورا ده احنا هنشيله، مش محتاجينه في اي حاجة. طبعا زي ما قلت لك انا هسيب لك كل الكلام ده PSD او BNG علشان انت ما تتعبش نفسك. ولكن انا حبيت برضو ايه اعرفك كل حاجة. يعني هاجي هنا علشان احذف، هاجي عند الجزء اللي على الشمال مش على الماسك اهو. فهيبقى معاك صورة الولد بالشكل ده. خليني اخده معايا اهو. صغر طبعا اهو، تقلقش من الوضعية بتاعته خالص. تمام. هبدأ اصغر بالشكل ده، وابدأ ظبط الموضوع بقى نسبة وتناسب، بمعنى الاحجام ثم الاحجام. يعني انا قلت ايه؟ حاول تخلي انا اسف يا جماعه. حاول تخلي الموضوع يبقى واقعي بقى، اللي هو الولد فعلا لو ركب على ظهر دبه، هل الولد ينفع يبقى اكبر؟ هل الولد ينفع يبقى اصغر؟ فالموضوع هنا على حسب عينيك وانك فعلا تحاول تقرب من الواقعي قوي. تمام. فانا اعتقد علشان الولد طبعا صغير طفل وكده، مش راجل كبير وكده، فاحنا ممكن نصغر حجمه مثلا هنقول بالشكل ده. حلو. خليني اعمل convert to smart object layer، وخليني اروح عند اداة البابيت وورب بالشكل ده. وخليني زي ما قلنا بنثبت، بحط هنا نقطة، هنا نقطة، هنا نقطة. طيب النقطتين اللي انا بحطهم دول لو انا ما حطيتهمش من الاساس، بمجرد ما شديت كده بص هتلاقي الولد كله بيتقلب معاك. فانا النقطتين اللي انا بحطهم في البداية دول بيثبتوا معايا وضعية الولد من فوق، والوضعية والنقطة الثالثة اللي انا بحطها دي اللي انا ببدأ احرك بيها. فهمت معايا؟ يبقى انا كده بحط النقطتين دول علشان اثبت الولد فوق ما يتحركش معايا اهو. وهنا وضعيه الرجل ممكن احط واحده هنا لو انا عايز احرك الركبه لوحدها. فبص معايا كده هتحس ان كل حاجه سهله سهله سهله.
تمام. انتوا بتعلقوا على الكلمه دي وانا بحب اقولها والله، علشان بس اديك احساس ان الموضوع فعلا مش صعب، يعني كل حاجه بامر الله ما فيهاش اي مشكله. تمام. طيب خليني اقرب كده شويه يا معلم، وخليني مثلا امسك الجزء بتاع الرجل بتاع الولد ده هقصه كده، وهقول لك دلوقتي ليه. اهو كنترول انتر، وبعد كده هات اداه السلكت، كليك يمين واعمل لاير فيا كات. طب ليه انا خليت الجزء ده يبقى في لاير لوحده؟ طب ليه برضو؟ علشان اعمل كنترول يو اول خطوه، وهبدا اخلي اللون الفاقع ده يبقى لون برتقاني كده، فبص هتحس ان الالوان هديت وعينيك ارتاحت اكتر. تمام، ما يبقاش لون مزعج زي اللون الموجود هناك ده. وهبدا ادوس اوكي. حلو. طيب بمجرد ما ثبت صبعي على الالت وشديت كده، انا عملت كوبي من الرجل دي، يبقى انا لو مسكت الجزء ده خليته ورا الدبه وقمت مقربه كده شويه للولد ورحت رافعه كده شويه بميل، بص طبعا مرفوعه قوي قوي قوي. تمام. ممكن نمسك من الجزء ده، فبص كده يعني اللي هو انا هبين حاجه صغيره تحسسك ان الولد فعلا راكب برجليه الاتنين. سبحان الله سبحان الله. تمام زي الفل قوي. انا تمام، انا زي الفل. طب يا سيدي الصوره اللي معايا بعد كده هي صوره السبت الخشبي ده، فهبدا اشده كده واطلعه فوق. في طبعا حاجات صغيره بيضه، تعال نجيبها. خلينا سريعا اروح على الماجيك تول، كليك كده، وهبدا اروح عند سيلكت سيميلر، هيبدا يعمل لك سيلكت، ولكن شايف في بعض الحاجات الكتيره، فانت يفضل انك تعملها واحده واحده، ولكن علشان الوقت تمام خلينا نشتغل. اعتقد هي اصلا مش هتبان لما تصغر يعني. اهو بص بقى يا معلم، هنخلي اللاير دي ورا اللاير بتاعت الولد على اساس ان هو يبقى ساند عليها، وهبدا اخليها تبقى ميل شويه. كليك يمين، هات الورب بالشكل ده، وابدا ظبط كده وضعيه بتاعه الثبت، كأن فعلا ايه الثبت على ظهر الدبه بالشكل ده. بص تلاقي الموضوع حلو قوي قوي يعني. تمام. طيب ابدا هات البين تول وابدا قص الجزء ده بالشكل ده اهو. كنترول انتر، كنترول جي مش جي، ركزوا عشان في ناس بتيجي تقول لي الحاجات. انا خدت الجزء ده كوبي منه، ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي. هبدا اروح عند اللاير بتاعت القطه، وهبدا اعمل سيلكت سبجكت بالشكل ده. سريعا طبعا هيعمل لك سيلكت زي ما قلنا. هبدا اقرب كده، لو في اي حاجه دخلت كده زي الحاجات دي زي ما قلنا الكويك سيلكشن اهو. تمام. وبعد كده هعمل ماسك زي ما قلنا اهو، هتلاقي كل الامور في التمام. طبعا لو في مشكله في الشعر، بس هنا ما فيش شعر يعني، هنعمل نفس الخطوه بتاعت الدبه يعني، ولكن هي ما فيهاش شعر يعني، فالامور ان شاء الله تبقى في التمام ما تقلقش. تمام. طيب خليني اصغر اللاير دي شويه اهو. فبمجرد يا معلم ما شدينا اللاير تحت اللاير بتاعت الثبت اللي احنا خدنا منه كوبي، هتلاقي القطه دخلت جوه الثبت بالشكل ده، لان انا خدت الجزء ده كوبي وخليته فوق القطه، فهيديك احساس ان القطه جوه يا معلم بالشكل ده. فخليني اقلب القطه كده شويه اهو. تمام. وهخلي ايديها تبقى ايد ساندة على الولد وايد ساندة على الثبت. فهنعمل الموضوع ده ازاي؟ زي ما قلنا بنروح عند ايديت، هجيب البابت وورب وهبدا ادي واحده هنا وبدي واحده هنا علشان اثبت جسم القطه زي ما قلنا، وهحط واحده على الايد اللي انا محتاج احركها، فهبدا احركها بالشكل ده. خلينا احط واحده ورا شويه وواحده قدام، فهبدا الجزء اللي قدام ده اهو يبقى ساند على الولد كده، وده يبقى ساند على الثبت. خلينا احط واحده جنبها وهبدا اهو انيم ايديها على الثبت، فهدوس انتر كده هتلاقي بدأت تبقى شكلها تمام زي الفل جدا. طيب الخطوة اللي بعد كده هبدأ اجيب الشكل ده وهبدأ سريعا ماجيك تول كليك، وهنا هفك اللاير انتر ديليت. تمام. وهبدأ كونفيرت تو سمارت اوبجكت وهبدأ اسحبها معايا بالديزاين اهو. هنخلي بس اللاير بتاعتها تبقى تحت خالص، تحت الثبت وتحت القطة والكلام ده كله، وهبدأ اقلبها شوية كده. كليك يمين، هتجيب الورب وابدأ نيم كده الكلام ده بالشكل ده، وقرب بقى الدنيا من بعضها عشان لسه معانا الشنطة اهو. وهبدأ اخليها تبقى تحت خالص. طبعا لو الحاجات دي محتاجة انها تخش كلها جوه شوية عن القطة بالثبت بالحاجات دي كلها، علشان برضو الامور كلها تبقى ايه، تبقى في المظبوط عادي، دخلهم جوه كده اهو وابدأ اصغر فيهم، ظبط الوضعية بتاعتهم. يعني عندك مثلا الشنطة محتاجة تطلع فوق شوية، وبعد كده الورب وابدأ ايه اظبط. تمام. لسه هنعمل خطوة الشادو وكل الكلام ده، متقلقش خالص، كله ان شاء الله يبقى في التمام. طيب تعالى اول حاجة هنعملها نروح للدبة وهنبدأ نعمل نيو لاير كنترول الت جي. طب ليه؟ هجيب البراش تول تمام، وهبدأ اختار لون هنا يكون اللون ده مثلا بالشكل ده الدرجة دي، وهبدأ اقلل الفلو للسوفت لايت، ولكن الدرجة دي خلينا ناخد درجة تبقى شبه الدبة شوية ونبدأ نزود فيها، يعني مثلا الدرجة دي كويسة،
وهبدا اجيب البراش تول. بص معايا كده لما باجي ادي كليك على الدبه، بص غيرت اللون بتاعها شويه بشكل حلو قوي. بص قبل وبعد، بص حلوه جدا جدا. تمام، هتفرق معاك قوي اللون ده. حلو. طيب تعالى نقف على اللاير بتاعت الدبه نفسها، وهنبدا نخلي الدبه تبقى شارب شويه فتديك تفاصيل للشعر والكلام ده اكتر. يعني انا هبدا اروح عند فلتر وانا واقف على اللاير بتاعت الدبه، وهعمل شارب، وبعد كده هعمل شارب مور. بص هتلاقي فيه تفاصيل ظهرت قويه جدا، لانك انت بتخلي الصوره تبقى شارب شويه. يعني الموضوع ده انا هعمله في كل الصور. يعني مثلا الولد هبدا اهو، بص هتلاقي تفاصيله ظهرت. القطه وانا واقف هنا على الجزء اللي على الشمال، بص كده هتلاقي الدنيا بدأت فعلا يبقى شكلها حلو. برضو الجزء ده الشنطة، ولكن ما تزودش عشان في ناس ممكن تزود هتلاقي الدنيا باظت، مش حلوت. فاهمني كده زي الفل، او التفاصيل بقت حلوة جدا جدا. ولكن طبعا احنا لما زقينا الحاجات كلها القطة ايديها بدأت تروح يعني. فانا هبدأ امسك الولد هو كمان، وهبدأ ازقه كده لحد لما اظبط اموره برضو مع الولد والقطة وباقي الحاجات. يعني هبدأ اصغره بس شوية عشان حاسس ان هو حجمه كبير. تمام، خلينا نرجع للصور. الصورة اللي معايا بعد كده هي صورة السنارة دي. هبدأ سريعا كليك بالماجيك تول كده، وهثبت 7 على الشيفت، وهبدأ اجيب الابيض اللي جوه ده. بعد كده دبل كليك على لاير، انتر، ديليت، زي الفل. هبدأ اخد السنارة، هبدأ اشدها على الديزاين بالشكل ده، وخليني ابدأ اصغرها شوية. تمام، كليك يمين، خليني اعكسها بالشكل ده اهو، وهبدأ اصغرها كأنها مثلا في الثبت. تمام، وهحطها ايه جوه الثبت، هتكون ورا القطة مثلا او فوق شوية كده. خليني اخليها تبقى فوق كمان الثبت ده اهو. طيب كليك يمين، هنجيب الورب، وهبدأ انزل كده ايه السنارة شوية، وخليني كمان اخليها تبقى كيرف كده بالشكل ده اهو، وهبدأ ادوس اوكي. خليني بس ايه ارجعها لورا شوية. تمام. طيب الخط اللي نازل ده انا هبدأ احذفه بالشكل ده، وركز معايا انا هعمل ايه. هحذفه للاخر اهو. هجيب البين تول، وهخلي هنا تبقى شيب فوق كده بالشكل ده، وهخلي فيل دي تبقى المربع الاسود اللي عليه خط احمر بالشكل ده، وهبدأ اخلي الرقم ده يبقى مثلا 2 أو 3. هنبدأ نجرب، وهنخلي الخط الاحمر في ابيض ده يكون لونه ابيض بالشكل ده، وهرسم على نفس الخط كده اهو. فهيبدأ، بس لا ده كده 7. هرجع تاني زي ما قلت لك، الرقم ده هنخليه مثلا 1 ونجرب لو رفيع، او هنبدأ ايه نزود الرقم. بص معايا كده، واعتقد مش وحش خالص اهو. فطبعا لما تيجي تبص هتلاقي ان الخط اللي انت عملته ابيض، والخط التاني طبعا لونه اغمق شويه. فكليك يمين، بلندنج اوبشنز يا معلم، وروح عند الكالر اوفرلي، هات المربع ده وابدا دوس كليك على نفس اللون. هتلاقي ان انت كانك الخط هو، ولكن خلينا نقويه شويه علشان يبقى ظاهر برضو. يعني انا هرجع تاني كده اهو، بص هخليه بقى اقوى شويه بالشكل ده، فيبقى باين كده من بعيد، الدنيا تبقى في التمام يعني. هنيجي عند السمكه، وهبدا كليك كده على الابيض سريعا. طبعا في هنا سيلكت دخل جوه، هبدا اشيله اهو، دبل كليك، انتر، ديليت، كليك يمين، كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وهبدا اشدها معايا. تمام. طيب خلينا اصغرها شويه، وخلينا اقول لك ان انا هنا وصلت معاك لاخر الجزء الاول. تمام، لو انت مكمل تعال بينا نروح على الجزء الثاني.